الله الحمد لله. احنا خدنا طبعا المد بالالف، قصدي خدنا برضو المدود الالف والباء والياء والضمه والواو اللي هي الضمه برضو. هناخده دلوقتي في بطريقه بشكل تاني وبطريقه تانية في كتاب في مرجع تاني يعني. ماشي. احنا خدنا اللي هنا الكسره، وخدنا الحروف الضمه، وخدنا الحرف بالفتحه اهي ب ت ث ج ح خ ب ت ث ج ح خ. شايفة مكتوب ازاي؟ د ذ را ز س ش اهي باع تاب جاع حان خاف دار ذاق سال صاد طار عام فاز. كلمات هنا كلها بسيطة وسهلة، وثلاث حروف وكلها فتحة، لكن ما دخلش فيها لا سكون ودخل فيها الكسر ولا الضم. يعني هيجي بعد كده كلمات يعني هتبقى أكبر من كده. ماشي. باع تاب جاع حان خاف دار ذاق سال صاد طار عام فاز. هنقرا التمرين اللي بعديه اهي. بارك جاهد حازر سالم شاهد صادق طالب عامل فارق كاتب لاعب ناصر. ماشي. اوكي. وهنقرا اللي بعديه بقى. شوفي هنا بقى هيتوسع بقى. احنا دي واللي قبليه ما توسعناش، كان كلها كلمات 3 حروف ولا 4 وكلها بالفتح. لكن هنا شوفي توسعنا ازاي. ان حكمت السكون دخل ان حكمت، ان ادي السكون ان والهمزه تحت لانها كسر. ان حكمت كسر وسكون وفتح مع بعض. ان حكمت فلا، شوفي اللام، قلنا اللام دي لازم تتمد. فلا تظلم تظلم. ماشي. خدنا اللام ايه المكسوره اهي، والظه على سكون والتاء واللام الممدوده. فلا مش نقول فلتظلم، لا، في فرق بينهم. فلا تظلم لازم نمدها كده عشان دي لام ممدوده. يا عادل نمد العين لان فيها مد. يا عادل. شوفي هنا فيها مدين ايه والعين. يا عادل، مش نقول يا عادل، لازم نقول مد عشان ايه نعرف ان في مد، ولما نيجي نتملاها نعرف نكتبها صح. يا عادل. ان وعدت ان وعدت فلا تخلف. شوفي المد ازاي اللام. فلا تخلف فيها لا سكون. تخلف هنقف عليه. يا حامد. ان اكلت فلا تسرف. فلا، شوف لازم ندي اللام. فلا تسرف. يا صالح شايفه فهم الدين يه والصاد. شوفي اللام دي احنا جديده ما كتبناهاش، هنبقى نكتبها ونوري لكم ازاي تتكتب. يا صالح. خلينا فاكرين معانا، هنتعلمها في حلقه من الحلقات يعني، اذا ما عرفناش نكتبها الحلقه دي. فلا تسرف. إن حكمت فلا تظلم. يا عادل. لازم نقرأ بالشكل ده، مش نقرأ نستهجاج ونمشي وكده خلاص عرفنا لك. لا، لازم إن حكمت فلا تظلم يا عادل، كده نقرأ في نفس واحد. إن وعدت فلا تخلف يا حامد. إن أكلت فلا تسرف يا صالح، كده في نفس واحد، مش نقول إن حكمت ونسيبها ونمشي، لا، نقول إن حكمت في نفس واحد. فلا تظلم، مش نقول فلا تظلم ونسيبها، لا، نقول فلا تظلم في نفس واحد. يا عادل. إن وعدت فلا تخلف يا حامد. إن أكلت فلا تسرف يا صالح. نقرأ بقى، عندنا درس جديد كده هوريكم ازاي تقرأوه. يعني في طبعا الكسر والضم هنشوف بيتكلم عن ايه. لعبة الحبل. انظر تجد، انظر
تجد. شوف الهمزة، الهمزة مش مكتوبة هنا، عليها ضمة كده. انظر تجد أمامك. قلنا شوفي سنة الته، وادي الجيم اهي، شايفينها؟ ادي الجيم اهي، ودي الته. ماشي، وريناها لكم، هنوريها لكم نكتبها تاني. انظر تجد أمامك نعمان وأخته وأخته سعاد، وهما يلعبان الحبل. شايفين دي ألف ولام؟ شايفين كتبها ازاي؟ برضو في مرة من الحلقات هنبقى ايه وريها لكم تتكتب ازاي. الحبل مع الأولاد داخل البستان نعمان يمسك. شايفين الياء؟ ادي اللي فوق دي سنة الياء، ودي الياء دي سنتين، واللي تحتها دي ميم. شايفين دي ميم اهي، شايفين دي ميم اللي في وسط صوابع دي ميم اهي، دي ميم. انا مش عايز اشخبط عليه عشان ايه ما يبانش. ماشي، هبقى اوريها لكم ازاي تتكتب مرة نعملها. شايفين اهي، شايفين ايه؟ هي مكتوبة كده يمسكوا. ادي الياء، دي الياء ودي الميم، يمسكوا اهي. تاني دايرة كده وعاملين الميم كده وحاطين النقط، يمسكوا اهي. شايفين اهي؟ وممكن تكتبها كده اهي، يمسكوا. دي الطريقة العادية اللي احنا عارفينها. ماشي اهي، دي الطريقة العادية، الياء والميم والسين والكاف، دي الطريقة العادية. لكن الطريقة اللي هي الجديدة اهي، دايرة كده ونشد ونعمل ايه، يمسكوا. ماشي، خط من الخطوط. ماشي، وهنبقى نوريها لكم تاني. نعمان يمسكوا طرفا، لازم نقرا الخط بتاعها. داخل البستان نعمان يمسك طرفا الحبل بيده وسعاد تمسك طرفه. وسعاد تمسك طرفه، وسعاد تمسك طرفه في نفس واحد. الآخر جملة وهانم تقفز فوق الحبل. يبقى نقرأ ايه جملة. انظر تجد أمامك نعمان، انظر تجد أمامك نعمان في نفس واحد. وأخته سعاد وهما يلعبان الحبل مع الأولاد، كلها في نفس واحد. وهما يلعبان الحبل مع الأولاد داخل البستان. جملة كده خلص. دي الجملة نقطة تانية. نعمان يمسك طرف الحبل بيده. نيجي نستعجل نقول نعمان يمسك طرف الحبل بيده. هنقول في نفس واحد بقى. نعمان يمسك طرف الحبل بيده في نفس واحد. وسعاد تمسك طرفه الآخر. وهانم تقفز دي الزين مش زال، تقفز فوق الحبل، دي ما بيطلعش فيها سنة. وهانم تقفز فوق الحبل. ماشي، انظر تجد أمامك نعمان وأخته سعادة وهما يلعبان الحبل مع الأولاد وداخل البستان نعمان يمسك طرفه الحبل بيده وسعاد تمسك طرفه الآخر وهانم تقفز فوق الحبل. كده ايه احنا قرأنا. وهنوريكم في حلقة تانية برضو بعد الحاجات اللي بتكتب هنكتبها كلها ان شاء الله، ونوريكم ازاي الحاجات الجديدة اللي دخلت عليكم تعرفوا تكتبوها وتتعلموها يعني. ماشي، وإلى اللقاء الحلقة القادمة.